الاستاذ محمد عبد المعبود. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خميس فين؟ خميس فين؟ خميس محمد خميس مشي؟ خميس يا خميس خلع. طيب انا كنت مجهز حاجات وبعدين خميس حرقها كلها، بس خليني اقول يا جماعه مش هتكلم في الفيزياء خالص عشان طبعا في ناس قادم موجوده، فيعني مش ناقصه فيزياء. انا هلخص الموضوع اللي هم قالوه، كل اللي قالوه صح يعني، معلش اسمحوا لي بتجربتي انا الشخصيه وبحكم المهنه، فانا مقسم الموضوع خطوات التجربه والمشاهده والاستنتاج. ثانويه عامه 94 ثانويه عامه 94 حيث امبابه، حيث ما عندكش غير قميصين وبنطلونين وشبشب حلو وتروح بيه الدرس. وكل المراحل اللي انت مريت بيها مرينا بيها، من اللاوعي للوعي التدريجي لحد ما تلاقي نفسك زي ما قال خميس كده ايه، انت مش عارف انت كنت فين اصلا وفجاه لقيت نفسك في ثانويه عامه. وبعدين التطور بقى للاجتهاد والشعور بالمسؤوليه. كل المراحل اللي انتوا مريتوا بيها تصاعديا مرينا بيها، تمام؟ لحد ما توصل لدرجه الرضا عن ضميرك ان انت بتحاول تعمل اللي عليك ومش اكتر. واشتغلت لحد ما تعبت، بقيت اقوم اقع من كتر الضعف اللي الجسم وصل له. دخلت الامتحانات باللي انا فاكره لان عييت قبل الامتحانات باسبوع. وبعدين طبعا كل حياتي يا مهندس يا بلاش، احنا كان ايامنا علمي بس، علوم زائد رياضه كوكتيل كده مع بعضه في دفعه 94 دي. وكنت بقول اخر حاجه اكونها ان انا اكون مدرس. خلصت جبت مجموعه اقل من هندسه ب1% او 2%، كانت سنتها 83 تقريبا، انا جبت 81 وكسر. وبعدين والدي قال لي تعيد، قلت له لا مش هعيد. وبعدين كل الناس بقى بتشارك ساعتها في ايام التنسيق دي، اكنك انت الوحيد اللي ما بتفهمش وكلهم بيفهموا. قال لك كليه التربيه هي الكليه الوحيده اللي بتعين، خش تربيه. يا جدعان تربيه ايه؟ خش تربيه. دخلت التربيه، اول حاجه عملوها لغوا التكليف. يعني انا داخل تربيه عشان تطلع تشتغل، اول قرار كان اتاخد سنه ما دخلت الغاء التكليف من على كليه التربيه. يعني انا داخل كليه ما بحبهاش عشان اشتغل وخلاص بالقصور الذاتي، انت ما انتش عارف، انت بعيد خالص عن كنت اللي بتحلم بيه، بس انت ماشي. دخلت الكليه وانا بكرهها جدا، يعني ايه اكون مدرس مش عارف. وبعدين بالصدفه اشتغلت مع مدرس الفيزياء اللي انا كنت باخد معاه، والموضوع تدرج. خلصت الكليه، خلصنا الكليه، بدات اشتغلت سنه كويس. رحنا نقدم للجيش، كنا احنا 50 ولد تقريبا في الدفعه، خدوا 2 انا وواحد تاني والباقي خد تراجيل. والله يا جماعه بالظبط انا مش بكذب، بالظبط كده. وبعدين بعد ما خلصت الجيش، في الجيش قابلت ضابط اسمه اشرف سلطان، ما زال موجود لحد دلوقتي. الراجل ده صديقي جدا، وكان سبب في تغيير شخصيتي خالص، من واحد لواحد تاني خالص، من اللا فكر الى الفكر، من اللا نظام للنظام. كان هو سبب كبير في النجاح اذا كنت انا يعني ناجح شويه. دخلت بعد كده مجال الشغل، قعدت افكر في المنافسين وان انا فلان بينافسني لفتره، لحد ما قدرت ان انا، انتوا عارفين كان في حد بينافسني في بدايه شغلي، كنت بنام احلم بيه، انام احلم بيه ومش عارف اشتغل خالص، لحد ما شلته من دماغي وبقيت حتى ما افتكروش. وبعدين بدات خطوات النجاح. بتشتغل اكن واحد ايه شغال بيحفر حفره او بيبني حاجه ومش باصص عليها، وفجاه بيجي حاجه اسمها نجاح مفاجئ. هو مش نجاح مفاجئ، هو بيبقى نتيجه شغل متواصل متواصل متواصل، وكيرف بيعملوه كده، كيرف بتفضل شغال في مستوى معين وفجاه الدنيا بتعلى، فجاه تلاقي نفسك واحد اتعرفت وانت ما انتش عارف اصلا ان انت كنت معروف. وبعدين ما بعد النجاح في مشاكل هتقابلكم كتيره، من الحقد والحسد، مشاكل مجتمعيه. دي كانت التجربه باختصار. الاستنتاج اهم حاجه في الموضوع يا جماعه، اللي عايز ينجح في حياته، واحد، مراقبه الله، مراقبه الله والاستماع دايما لصوت ضميرك، وما تغفلش ضميرك اذا كنت ناوي تنجح. وكلمه تنجح دي تتحط جنب اي كلمه تبقى حلوه. مفيش مهنه ليها كلمه واحده، دايما اقول يا جماعه المهنه ليها كلمتين،
الكلمة الأولى والكلمة الثانية. أنا أفضل إن الكلمة الثانية تكون ناجح جنب حتى ميكانيكي ناجح، وما كنش دكتور فاشل. فالثانوية العامة هي بداية المطاف مش نهايته، فتحقيق الكلمة الثانية أهم من الأولى. يبقى احنا قلنا رقم 1 مراقبة الله والاستماع الدائم لصوت الضمير، الاستسلام لقضاء الله. في الرحلة اللي أنا قلتها لكم ديت احنا بنقول دايما ايه، انه واحنا بنروي الارض في البلد عندنا المية بتبقى ماشية، لو سيبناها هتهدر نفسها، وما احنا نسد قدامها كده بالطين عشان خاطر تخش في الارض وما تتهدرش. لله المثل الاعلى، ربنا دايما بيوجه عباده اللي ليهم منفعة، فبيبقى هو راسم لنفسه طريق وفجأة الطريق ده ينسد. معنى انسداد الطريق ده ابشر ان ربنا هيستخدمك، ولكن في اتجاه اخر انت ما كنتش حاطه في دماغك خالص. فاللي هيحصل معاك كده منكم ان شاء الله، يدعي ربنا ويكون واثق ان ربنا كريم لا يمنع الا ليعطي الاحسن. ثم بعد كده تجميع النوايا. وانت شغال، انت بتشتغل ليه اصلا؟ لازم يكون عندك نوايا مجمعها، نوايا كلها خير. انت مش عايز تشتغل عشان الفلوس عشان تفتري على الناس، انت لازم تحط جواك نوايا كتير، نوايا مساعدة الغير. لازم تشارك ربنا في شغلك. اشارك ربنا يعني ايه؟ يعني ايا كانت مهنتك لازم تخلي فيها جزء لله. بعد كده تجديد النية كل شوية. الدعاء المستمر، الدعاء بثقة وبيقين. زي ما قال الدكتور مصطفى، انت ما بتدعيش ليه؟ انت لازم تدعي. ده الكنز اللي كتير مننا قوي غفلان عنه. لازم تدعو يا جماعة ليل ونهار، تدعي في كل خطوة ان ربنا ييسر لك اللي فيه الخير. بعد كده بر الوالدين طبعا. وكل واحد، انا عارف ان سن المراهقة اللي انتوا فيه ده دايما بيبقى فيه مشاكل كتير ما بينك وما بين الأسرة عشان اختلاف الأجيال واختلاف الفكر. بس خد بالك، انت لازم تتنازل عن رأيك مقابل رأيهم، عشان هم لما هيدعوا لك، يعني لو انت رزقت ان انت تكون بار بوالديك هتشوف الخير والله دنيا واخره. اخيرا الرفقه الصالحه، اختاروا بعض وساعدوا بعض على الخير. واخيرا الشعار اللي هو المستمر، المعافره في اي وقت انت فيه. الثانويه العامه جزء صغير من حياتك، ان شاء الله اللي جاي اكتر واللي جاي احسن، وان شاء الله نجاح دائم يا جماعه. واسف للاطاله، شكرا.